فيلمنا بيبدأ بفرانك اللي بيكون ماشي في الشارع وبيكلم مراته، واللي بتكون عرفت انه بيخونها وهيشتري شقة للبنت اللي بيخونها معاها، وده من خلال السمسار اللي كان فاكر ان الشقة دي ليها، وكلمها وقال لها على كل حاجة. وبيقدر فرانك انه يصلح الموضوع، وبيقول لها ان الشقة ليها بمناسبة عيد جوازهم، وبيخلص معاها مكالمة وبيكلم السمسار علشان يهزقه على اللي عمله. واثناء مكالمته بيقع تكييف من فوق، وبيرجع لورا بسرعة وبينقذ نفسه. وفجأة بتيجي عربية كبيرة وتخبطه، وبيلاقي نفسه واقع على الأرض وميت، والناس جاية تعدي من خلاله. وبنعرف انه اتحول لشبح بعد ما مات. وبنشوف دكتور اسمه بينك، وبيكون انطوائي جدا ومش بيحب يتعامل مع اي حد، وحتى المرضى بتوعه بيتعامل معاهم بالعافية، حتى زميله في الشغل مش بيسلم عليه. وبيخلص شغله وبيروح للمستشفى لانه المفروض انه هيعمل عملية، وبيدخل أوضة العمليات وبيتعمله العملية وبعدها بيمشي. لكن وهو طالع من البوابة بيشوف ممرضات بتشرب سجاير، فبيكلم ممرضة واقفة وبيقول لها ان ده ما ينفعش، ومين اللي سمح لهم يعملوا كده. فبتستغرب الممرضة من ان بينك بيكلمها، وبيمشي وبيكون هيخبط في راجل وست، لكنه بيعتذر لهم وبيكمل طريقه عادي. وبيستغربوا هما كمان وبيمشوا وراه، وبيكون معاهم شبح فرانك. فبيحس بينك ان في حاجة غريبة، وبيرجع للمستشفى بسرعة وبيقول للدكتورة انه بيحصل له هلاوس من بعد العملية وهو مش فاهم في ايه. فبتجيب الدكتورة الملف بتاعه وبتقوله ان اثناء العملية قلبه وقف 7 دقايق ورجع تاني. فبيستغرب بينك من اللي حصل ده، وفي نفس الوقت بيكون متنرفز، وبيقول لهم انه هيقضيهم على الغلطة اللي حصلت دي هما ودكتور البنج. فبيرد عليه الحارس وبيقوله ان تم فصل دكتور البنج بسبب اللي حصل ده. واما موضوع القضية اللي هيعملها دي فهما مضوا على تعهد انه ما يعملش قضية باللي حصل وهو في البنج. فبيتضايق جدا بينك وبيمشي بسرعة وبيسيبهم، وبيلاقي فرانكو في وشه ويكون هيخبط فيه من غير ما يقصد، لكنه بيعدي من خلاله برضه. فبيتخض جدا وبيجري وبيركب تاكسي واحدة كانت موقفاه علشان تركبه، وبيلاقي فرانك جواه بيقوله ان اللي اخد منها التاكسي دي تبقى ارملته. وبيروحوا يقعدوا في مكانه، وبيقوله فرانك انه هيشوف اشباح زيه كتير، ودول بيظهروا له علشان عندهم امور متعلقة في الحياة لسه ما خلصتش، واول ما يساعدهم بينك في انهائها هيختفوا تماما من حياته. وبيظهر له شبح ست كبيرة وبتطلب منه انه يساعدها ان بناتها الاتنين يتصالحوا، ومش بيقدر يستحمل الوضع ده وبيمشي. وبيلاقي فرانك ماشي وراه وبيقوله انه محتاج يساعده لان ارملته هتتجوز وهو محتاج يمنع الجوازه دي. فمش بيهتم بينك بكلامه وبيقوم يروح بيته علشان ينام، ولكنه بيقوم مخضوض من النوم على صوت اشباح كتير لناس ميته وبيكونوا محتاجين مساعدته. وبيظهر له فرانك هو كمان وبيعرفوا ان هو اللي قال لهم مكانه، وده علشان يضغط عليه انه يساعده في موضوع مراته. وبيتفق معاه انه هيخلي الاشباح تبعد عنه، وده مقابل انه يمنع مراته انها تتجوز. فبيوافق طبعا بينك، وبيروح مع فرانك يحضروا محاضره لارملته اللي بتكون بتتكلم فيها عن عمليه التحنيط في العصر الفيكتوري. وبينبهر بينك بطريقه تقديمها، وبيقترح على فرانك انه يخليها تعجب بيه هو علشان تسيب الولد التاني. وبيستنى لغايه ما المحاضره تخلص وبيروح علشان يتكلم معاها ويعتذر لها علشان اخد التاكسي اللي كانت موقفاه. فبتتنرفز منه لان دي مش اول مره يعمل تصرف زي ده، وبيعتذر لها تاني وبيقول لها انه مش بيكون اخد باله من التصرفات دي. وبيحاول يفتح معاها مواضيع لكنه مش بيعرف لانها بتكون متضايقه منه. وبيمشي وهو فاقد الامل، بس فرانك مش بيفقد الامل، وبيقرر انه هيقول له كل الحاجات الخاصه بيها علشان يقدر يشدها ليه بكل سهوله. وبيراقب تحركاتها لغايه ما في يوم بتركب معاه في الاسانسير، وبيفتح بينك معاها كلام وبيقول لها انه بيعرف سبب موت المومياوات من اسنانهم، والمفاجاه انها بتطلب منه يجي معاها علشان يحلل الموميا ويعرف سبب موتها. وبيروح معاها فورا طبعا، وبيقدر فعلا يعرف سبب موت الموميا بكل بساطه. وبيخلصوا وبيتمشوا مع بعض، وبتقوله ان هي اسنانها بتوجعها، وبتطلب منه انه يكشف عليها. وفجأة بيظهر لبينك شبح وبيطلب منه يقتل شخص تاني علشان يختفي، ويتشتت بينك وبيقول لجوين تعدي عليه في العيادة علشان يقدر يكشف عليها. وبيجي في الوقت ده ريتشارد خطيب جوين وبيسلم عليها، وبتعرفه على بينك وبتقوله انه ساعدها في الكشف عن موت المومياوات، وبتقوله انه دكتور اسنان برضه. وبيقوله ريتشارد انه عنده مشكلة هو كمان في اسنان وعايز يكشف عنده، وبيعزمه على الغدا عند جوين علشان يتعرف عليه اكتر، وكمان علشان يكشف له على اسنانه بدل ما يروح العيادة مخصوص. وبيوافق بينك وبيروح للعزومة، وبيكون شبح فرانك موجود هو كمان. وبيتكلم ريتشارد مع بينك وبيعجبه شخصيته، وبيعرض عليه انه يشتغل معاه، بس بينك بيرفض ده. وبتيجي مكالمة شغل ريتشارد وبيضطر انه ينزل ويسيبهم. فبيعرض بينك على جوين انهم ينزلوا يشربوا حاجة سوا، وبتتكلم على فرانك وبتحكي قد ايه هو كان اناني وخاين، وانها اكتشفت خيانته دي قبل ما يموت لكنها ما واجهتوش ابدا. وبيخلصوا قعدتهم وبيروحوا، وبتقول جوين لبينك ان هي عندها سفرية شغل بس هي هترفضها علشان تفضل مع ريتشارد. وبيطلع بيته وبيظهر له فرانك وبيقول له بينك انه مش هيكمل في الموضوع ده، وانه مش شايف اي سبب علشان يبعد ريتشارد عن جوين، لان ريتشارد راجل
كويس وهما بيحبوا بعض. وبنفهم ان بينك بدأ يعجب بجوين بجد وعايز يبعد عنها علشان ما يتعلقش بيها ويحبها اكتر. وتاني يوم في العيادة بيجيله ريتشارد علشان يكشف عليه، وبيستغل بينك الفرصة وبيديله بنج علشان يعرف تفاصيل اكتر عنه هو وجوين. وبيقوله ريتشارد ان هو وجوين انفصلوا وده لانها وافقت على سفرية الشغل. وبعدها بيتقابل بينك بفرانك وبيقوله ان هو كده مهمته انتهت وان اللي كان عايزه يحصل اهو حصل. وبيستغرب فرانك لان هو المفروض كده يختفي لان اموره اللي كانت في الدنيا المفروض انها خلصت. وبعدها بنشوف بينك وهو مع جوين وبيودعها وبيكون جايب لها هدية، وفي الكلام بينسى وبيقول لها الحاجات اللي هي بتحبها. وتستغرب جوين هو ازاي عرف الحاجات دي، وبتفهم ان هو كان يعرف فرانك قبل ما يموت وبتطلب منه يقول لها كل حاجه. وبيعترف لها بينك بكل حاجه فعلا من اول عمليته لغايه شبح فرانك. ومش بتكون جوين مصدقه اللي قاله طبعا، وبيقول لها انه ممكن يثبت لها ده من خلال انها تساله عن اي حاجه خاصه بفرانك وهو هيجاوبها فورا. فبتقول له ايه اكتر حلم فرانك كان بيحلم بيه، فبيرد فرانك وبيقول انه كان بيحلم دايما انه بيغرق. ولما بيقول كده لجوين بتقوله انه كذاب وانها مش عايزه تعرفه تاني. وبيكون فرانك قاله معلومه غلط علشان شايف انه ما يستاهلش يكون مع جوين. وبيمشي بينك من الجنينه وهو يائس بعد اللي حصل ده كله. ويجي الليل عليه وبتجيله شبح الست العجوزه اللي بتطلب منه نفس الطلب وهو انه يساعدها علشان بناتها يتصالحوا. ويبدا كل شويه شبح يظهر له لغايه ما بيزهق وبيروح. وبيكون بينك مش عارف ينام منهم ومن التفكير في جوين. ويروح يتكلم مع زميله في الشغل لأول مرة وبيطلب منه انه يكتب له اي منوم. وبيستغرب زميله جدا انه اتغير وبقى بيتكلم معاه، ومع ذلك بيقرر يساعده. وبيوري له جمله قالها اينشتاين بتقول ان الحياه اللي بيعيشها لغيره هي اللي بيستحق انه يعيشها. وبيقول له زميله ان تصرفاته دي مش هتنفعه في حاجه ومساعدته للناس هي اللي هتنفعه وتحسن شخصيته وحياته. وبيقرر بينك في الوقت ده انه يساعد اشباح الناس اللي ماتت علشان يرتاحوا. وبيروح للست العجوزه علشان يساعدها وبيوصل لبنتها وبيقول لها مكان الجواب اللي مامتها سابته لها. ولما بتقراه بتفضل تعيط. وفي اللحظه دي بيختفي شبح الست العجوزه من الدنيا لان كده بتكون امورها في الدنيا خلصت. وبيساعد شبح اب في انه يشتري خوذه لبنته علشان خايف عليها انها تموت من سواقه الموتوسيكلات زي ما هو مات. وبيساعد اشباح كل الناس اللي ميته لغايه ما بيختفوا كلهم. وبيروح لجوين في حفله افتتاح المتحف وبيحاول يفهمها ان شبح فرانك لسه موجود، وده علشان هي مش قادره تسامحه على خيانته ليها. لكنها برضه مش بتصدق كلامه وبتمشي وبتسيبه وبتطلع بره المتحف وبيطلع وراها. وبتيجي عربيه فجاه وتخبطه وبيلاقي نفسه بقى شبح زي فرانك وبيشوف نفسه وهو واقع على الارض وكل الناس حواليه وبتكون جوين بتعيط عليه. وبيتكلم فرانك وبيقول له ان جوين بتعيط عليه لانها بتحبه وانه يستاهل الحب ده. وبيختفي في الوقت ده شبح فرانك لانه بيتاكد ان جوين قدرت تحب حد تاني وتنسى خيانته ليها. وبنشوف بينك وهو في المستشفى بعد ما انقذوه وبعدها بيكون في شغله ونشوف شخصيته اللي اتحسنت وبقى بيتعامل بطريقه الطف مع كل الناس. وبتجيله جوين وبتسلم عليه وتعرفه انها مش هتسافر وبيتكلموا شويه وبعدها بتمشي جوين وبتسيبه. ويفضل بينك باصص على الباب ومستنيها ترجع تقوله اي حاجه. وبترجع فعلا وهي في عينيها الحب ليه ويطلب منها بينك انهم يبداوا بدايه جديده مع بعض وتوافق جوين طبعا. ودي بتكون نهايه فيلمنا.